أصبحتم أضحوكة، أضحوكة سخيفة مبكية. ده حال الكرة المصرية الآن. فبعد تقديم لجنة الانضباط بالاتحاد المصري استقالتها بسبب تجاوزات ضدها من المستشار مرتضى منصور، وقبليها كلاتنبرج يقدم استقالته للاتحاد المصري عشان التجاوزات برضو اللي طالته في عرضه كالعادة. فكان من الطبيعي ان يحصل وقفة، كان من الطبيعي يحصل وقفة من الكبار نشوف ايه اللي حصل من الصغار، لان الصغار دول هم صغار الكلمة. اما الكبار بيقول لك زمان مفيش راجل رشيد بينكم. السلام عليكم واهلا بكم في قناه وليد حلمي الاهلاوي، وجمعه مباركه ومساء الخير او صباح الخير للي هيشوف الفيديو. طبعا حال الكره المصريه اصبح لا يسر عدو ولا حبيب. الموضوع مش موضوع اهلي ولا موضوع زمالك، الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع اصبح ان في لجنه انضباط اكتريتها مستشارين في الدوله، يعني ناس دارسه القانون وشغالين بدون مقابل، يقدموا استقالتهم بسبب هذا المرتضى. مش عارف المشكله في ايه بالظبط. هل فعلا مرتضى منصور رجل دوله؟ هل بياخد اللي هو يقوله في سكريبت من ناس معينه؟ طبعا احنا كلنا بنشك في الكلام ده، وكلنا عارفين ان في مشكله كبيره، بس مش قادرين نوصل لمين اللي عاملها بالظبط. لان مرتضى منصور اللي بيطلع يقوله طبعا في ناس كتير موافقه عليه. طبعا انا مش هتكلم باسماء لان انتوا اكيد متابعين وعارفين ان الراجل ده مش هيطلع يقول الكلام ده كله ويغلط في 90 مليون مصري بما فيهم القضاة والمحاميين والفنانين ومجلس اداره النادي الاهلي. اي حد بيختلف معاه تمام بيبقى مصيره معروف. القصه مش قصه محمود الخطيب. لو انت رجعت للفيديو بتاع زيزو تمام لما مسك المستشار وقال له ربنا يهديك، وطبعا الحلقه دي عملت ضجه كبيره، كان ساعتها وزير الشباب والرياضه قاعد جنب زيزو، فطبعا المستشار تهكم بالفاظ غريبه تمام. كان ساعتها مش الخطيب هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ومع ذلك كانت هي نفس الشتيمه ونفس الاداء. ايه القصه بالظبط؟ عايزين نعرفها، عايزين نعرف الراجل ده ايه اللي وصله لكده. هل الراجل ده اساسا بينفذ اجندات معينه تمام لالهاء بعض الناس عن قضايا معينه؟ الكلام ده كان زمان. السوشيال ميديا يا جماعه خلت اللي مش عارف هيعرف، واللي ملهي هيعرف. فالموضوع موضوع كبير، لكن احنا بنتكلم دلوقتي اخلاقيا. هل من الطبيعي بعد ظهور قناه نادي الزمالك كسر الفتنه دي كلها بين جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك؟ هل بعد ظهور هذه القناه اللي اصبحت مرتع لبعض الاعلاميين يقول اللي عايز يقوله سواء بالصح او بالغلط؟ هل النادي الاهلي تاسس سنه 1911 ونادي الزمالك تاسس سنه 1907؟ اسقاطات كتير جدا. يطلع لنا محمد رجب يقول لك يا بيبو يا اللي انت خريج معهد مش عارف ايه، انت هتيجي ايه جنب المستشار؟ نفس الكلام اللي بيقوله المستشار طلع علينا هذا محمد رجب بيقولوا بالظبط، كانهم واكلين من طبق كشري واحد تمام. كل واحد فيهم عارف هيقول ايه وادوارهم ايه، لكن هم يقولوا اللي يقولوه ويعملوا اللي يعملوه. لكن القائمين على هذه المنظومه لازم يبقى فيه وقفه من مجلس او اداره او القائمين على كره القدم في مصر لوقف هذه المهزله. والاعلام المصري المتوسط طبعا متمثل في كوردي وغيره، والناس دي لازم تقف عند حدها باي طريقه كانت تمام. احنا مش عارفين بصراحه ربنا، الادوار اختلفت والمعايير نفسها اختلفت تمام. فهل هذا هو فعلا زمن الرويدئه اللي احنا عايشينه ده؟ لما يكون واحد قامه زي محمود الخطيب تمام يطلع واحد في قناه نادي الزمالك يهزقه ليل نهار ويشتمه ويخوض في عرضه وفي شرفه وفي اسرته، يبقى ده طبيعي؟ يطلع علينا المستشار واعوانه يغلطوا في
ناس كتير. طبعا احنا يعني مش هنقول من كتر ما الناس دي اتغلط فيها احنا مش عارفين اسمائهم، ولكن طبعا اخرهم كلاتنبرج اللي فضح الدنيا بره. سمعة مصر يا جماعة بره بقت في الحضيض بسبب مين؟ بسبب مرتضى منصور وتطاوله على رئيس لجنة التحكيم اللي كان ابتدى ان هو يعمل فرق عند من دلوقتي عن السابق، وابتدى بقى فيه رؤية وابتدى بقى فيه عقاب. طبعا المستشار مش عايز الكلام ده، عايز حكام ملاكي، وده اللي احنا عارفينه وسمعنا بودنا ان في حكام بتتعين وحكام بتترحل. كل ده بامر مين؟ بامر المستشار مرتضى منصور. فهل جمال علام يرضاه الكلام ده ولا هو خايف؟ حتى كلادنبرج لما رجع للسفاره بتاعته قال لك الراجل ده محدش قادر عليه، الراجل ده صليط، الراجل ده مش هتاخد حقك غير بالقانون. طب ما احنا خدنا حقنا بالقانون وما زال حي يرزق طليق يشتم القاصي ويشتم الداني وشتم مصر كلها وسيدات مصر الافاضل. فاكرين الست اللي هي كانت عامله شعرها احمر في نادي الزمالك تمام واتهزقت هي وجوزها من الراجل السفيه؟ ها كان ايه الحل؟ الراجل ده فعلا دي عزبه وهو بيديرها زي ما قال جمال عبد الحميد وقال لك فعلا احنا في العزبه واللي مش عاجبه يضرب راسه في الحيط زي ما بيقولوا. جمال عبد الحميد اللي عليه لغط كبير جدا تمام من السبعينات والثمانينات وذكرناها بالاسم وذكرناها ان هو كمان بيطلع يتهكم على النادي الاهلي، يقول لك نادي الاهلي مشاني بعد الاصابه وما رضيش يعالجني، وطلع الكلام ده كله خطا وعاري من الصحه، وطلع ان الراجل ده عنده مشاكل اخلاقيه. كان بيسيب المعسكر تمام في الاوضه بتاعت كابتن محمود الخطيب وبينزل عامل نفسه نايم وبينزل لشقته الثانيه اللي كانت في العجوزه. وما ادراك طبعا الوقت ده والعجوزه وكان ايه اللي بيحصل. هل هو ده مثال للاعب كره قدم؟ طبعا لا. فهو ده جمال عبد الحميد للناس اللي مصدقه جمال عبد الحميد. الكره المصريه هي اللي بتدفع الثمن، جماهير النادي الاهلي بتدفع الثمن، جماهير نادي الزمالك بتدفع الثمن وهتدفع الثمن. في كده فرحانه بيقول لك الاسد اهو. اسد مين يا بيه؟ الاسد ده تمام في ناس عايزاه يبقى اسد مش اكتر من كده، لكن لو القانون بيطبق بحذافيره واحنا متاكدين ان هو بيطبق، لكن الثغرات اللي في القانون بيقدر واحد زي ده يخش يعني ياخد اللي هو عايزه بسبب ثغرات موجوده في القانون. طب الراجل القاضي الجليل قال لك الراجل ده عنده 70 سنه وما ينفعش يتحبس وممكن يقضي عقوبته في اي مستشفى. تمام. طيب الراجل ده كبير وكلكم شايفين ان هو بيطلع ليل نهار ولا كانه شاب عنده 20 سنه ورايح جاي هنا وهنا ويشتم ده ويخوض في عرض ده وشتم مصر كلها. الا يوجد عقاب لغايه كده وكفايه، لان الموضوع اصبح على صفيح ساخن بعد ما تهزنا كلنا بسبب كلام كلاتنبرج. وطبعا وسائل الاعلام قالت له انت مشيت ليه؟ قال لك عشان كده 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 كده، واظهر الفساد اللي موجود. تمام. فاحنا بنتمنى بقى يبقى في وقفه، لان احنا كده دخلنا في موضوع غير اخلاقي بالمره هيؤدي الى كوارث. والكوارث دي انا هقول لكم لو جمهور النادي الاهلي اللي هو 80 مليون اللي احنا خلاص بدون نقاش عارفين ان هو 80 مليون كان بيحضر زي زمان في استاد القاهره بنفس العدد بنفس الكميه بدون تدخل من احد كان الوضع تغير تماما. واحنا عارفين قوه النادي الاهلي وتاثيرها على الراي العام بتبقى عامله ازاي. ولكن في ناس حابه ان جماهير النادي الاهلي تبقى قليله في الوقت ده في المدرجات عشان ما حدش يعرف يتكلم. فان شاء الله مستنيين وهنشوف ايه اللي هيحصل في الايام القادمه. بنتمنى النادي الاهلي في ماتشه مع اوكلاند سيتي التوفيق ان شاء الله ويصعد لملاقاه الفريق اللي هو من امريكا، ثم بعد كده نشوف بقى ريال مدريد والمعمعه والحلاوه والحلويات زي ما بيقولوا، وبعد كده نرجع للدوري العام نشوف ايه حكايته وايه اللي هيحصل. مش هطول عليكم اكتر من كده عشان صلاه الجمعه. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه. ما تنسوناش يا جماعه بالمتابعه والاعجاب. دعمك لينا هيوصلنا للي احنا عايزينه، ودائما يبقى النادي الاهلي مصدر السعاده يا ساده. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.